السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد منير من قناة اونلاين لكل اخبار الكرة الرياضية. دلوقتي يا جماعة احنا جايبين مقطع صوتي لمرتضى منصور وهو بيتكلم ان سيف فاروق جعفر مضى لنادي الزمالك. تعال نشوف المقطع ونرجع تاني. جعفر خلاص خلصناه الحمد لله، وهو كان جاله ارقام كبيره على فكره، لكن الارقام اللي اتفق بيها مع امير مرتضى وميدو، واللي واحد بعت لي رساله بيقول لي هو ميدو بقى رئيس النادي بيصرح بكل حاجه، انت مال اهلك؟ انا بشكرك طبعا يا سيف. خلصنا عقده الحمد لله. واحد يقول لي فين التوقيع؟ هوريه لك حاضر. فاحنا كده خلصنا كل اللعيبه اللي هي ليها تجديد، واحنا بنوري العقد للناس، لكن احنا اتفقنا على خلاص 4 سنين، كل سنه بكام. بشكره جدا جدا، بس عايز اقول لاسامه نبيه حاجه. انا مش زعلان منك على اللي انت بتقوله، بس انا مش حابب انك انت كنت في نظري حاجه كبيره تظهر ليه. انا اللي كلمتك شخصيا وقلت لك يا اسامه هات ابنك وتعالى اليوم الخميس عشان يوقع العقد. قلت لي حاضر، وانت اللي ما جيتش وطلعت انت الولد موقع، وده حقه على فكره. هل بقى انت اللي حرضته يروح؟ يعني انا الواد شخصيا جه قال لي انا عايز اقعد في النادي، انت بقى فرضت. وبعدين ما بشكر طبعا سيف انه خلص، لان ده ناديه بصرف النظر عن مين والده. لا هو متربي في النادي، يعني حتى لو ابوه مش فاروق جعفر، لا هو اصلا متربي، يعني طالع من كام سنه؟ انت عندك 7 سنين، مش عايز اقول له كنت بشيله على كتفي تمام. ومبروك، الف مبروك، وان شاء الله هنشوفك بقى. انا بقول لك الموسم ده احسن من اللي فات 100 مره، لانك انت اندعكت الموسم دون واتودكت من اللعبه مع الكبار ووضف تمام. بقول لجمهور الزمالك افرح، احنا كل شغلنا لصالح هذا النادي. بشكرك، وانا هجيب له الشبكه. بعد ما سمعنا كلام مرتضى منصور عن سيف فاروق جعفر وانه مضى وهيجيب له الشبكة وكل الكلام ده، بعد كل الكلام ده سيف فاروق جعفر في بيراميدز. ازاي؟ ما تعرفش. الناس دي بتقول حاجة والواقع بيبقى حاجة تانية خالص. وبالمرة هقول لكم النهاردة ان لعيبة نادي الزمالك مرضوش ينزلوا التمرين. بسبب ايه؟ بسبب انهم ما خدوش مستحقاتهم، ما خدوش الفلوس بتاعتهم. بتاعت ايه؟ بتاعت السنة دي. طب وانا من كام حلقة قلت لكم ان ميدو اداهم، صرف لهم نص مستحقات هذا الموسم. نص مستحقات اللي هو نص الموسم ده اللي هو المفروض يعني يكون خلاص الموسم خلص، وطلع ان هم اساسا ما خدوش فلوس خالص. فاللي هم بيقولوا حاجة والواقع حاجة تانية خالص. ده بالنسبة نادي الزمالك. عندك للنادي الاهلي النهاردة في ماتش بين الاهلي والسويس الساعة 9:30، والحكم هشام الغلال. الحكم ده اول مرة يحكم لماتش الاهلي في حياته، فيا رب يكون خير. وحاجة تانية، في امير مرتضى، امير بتاعنا بتاع الصفقات، عمل 3 صفقات، جدد ل3. رامي ربيعة خلاص جدد، وحسين الشحات خلاص جدد، وياسر ابراهيم خلاص جدد. بعد الماتش ان شاء الله لينا لقاء ونشوف، وان شاء الله يكون الاهلي كسبان. ما تنساش معنا الاشتراك واللايك. سلام.